هي ضعيفه يعني، النمو بتاعها ضعيف؟ الحمد لله جسمها كويس يعني، مش بتاكل كويس؟ بتاكل كويس؟ بتاكل الحمد لله بتاكل كويس ونشيطه بتلعب وكده؟ لا كويسه الحمد لله في كل حاجه. طيب ماشي، شكرا جزيلا. شكرا معلش جزيلا. انا بس السؤال الثاني، معلش انا اتفضل. بالنسبه لي انا يا دكتوره في كذا مشكله كده في الجلد. اولا البشره بتاعتي حساسه قوي للشمس جدا، لو مشيت دقيقه واحده كده في الشمس الاقي على طول السواد يجي لي في اثر التحجيبه، تحت التحجيبه على طول. ماشي. وفي برضه حاجه لما بمشي في فتره طويله الاقي جسمي لما بيسخن قوي بحس زي فوران دم، بيطلع لي فقافيق ميه كده في جلدي، في صدري من قدام كده، بتبقى جنب بعضها كأن فقافيق زي بتطلع ضيقه. ايوه. بس مش عارفه ايه البقاليل اللي بتبقى طالعه دي، هنقول لك. شكرا جزيلا. ولا حاجه في الجلد؟ حاضر هنقول لك دلوقتي. شكرا جزيلا والف سلامه ليك. شكرا. نبدا بالبنوت الصغيره. الطفله المفروض ان احنا بنعمل تحليل دم، لو في انيميا بناخد فيتامينز وحاجات زي كده. تمام. بس انا في الحقيقه لما بيجي لي ناس ولادهم صغيرين كده بحب ان هم يصبروا عليهم، يعني يرفعوا بقول لها ارفعي ايدك خالص عن بنتك. بيبقوا عمالين يدوهم حاجات غريبه ويحطوا خلطات وحاجات، والبنت لسه نحلق شعرها والحلاقه والكلام ده كله ملوش اي لازمه خالص. هي جاست ان احنا بس بندي حاجه كده تنشط نمو الشعر، حاجات معينه دلوقتي وكلها بتبقى طبيعيه ما فيهاش مواد كيماويه كتير، والدنيا بتمشي كويس يعني مع الفيتامين. الدنيا بتمشي كويس، بس هو يعني رجاء الامهات ترفع ايديها شويه عن ولادها. بالظبط. لكن هنا يا دكتوره يعني مطلوب عنصر معين، تكسر من غذاء معين بحيث انها تنشط الشعر شويه. بالظبط. يعني ما هو لو هنعمل تحاليل ونشوف ايه النقص فين هنعرف. لو في مثلا انيميا هنديها الحديد. الزنك عاده بنديه، وبالذات في شراب دلوقتي متوفر في السوق بيبقى فيه كل المالتي فيتامينز اللي الطفل محتاجها يعني. تمام. وخاصه هي بتقول بتاكل كويس، بس ده مش شرط. ممكن اصلا الاكل بتاعها يبقى الحاجات اللي هي الشيبسي والحاجات الولاد طالعين داخلين عمالين بياكلوهم، وهتبقى بتلعب قدامها كويسه يعني ممكن تكون جسمها كويس لكن خادع. بالظبط. ما عندهاش صحه كويسه. بالظبط. فده مش مقياس اللي الام بتقوله يعني. اوكي. خلينا نقول بالنسبه للمدام نفسها بتقول انه اول ما بتطلع للشمس اثر التحجيب هو ده منتشر يعني. انا عايز اقول لدكتوره، هل هو عشان نوضح الفرق، هل هو اثر دي ولا نوع الربطه الشديده؟ يعني انا بسمع منهم من بعض الناس يقول لك لا نوع الربطه، يعني انت لو عملت قطن وربطه خففت شويه مش هيبقى في احتكاك. لا هي المشكله ان الجزء اللي متعرض للشمس سواء التحجيبه الشديده او لا، الجزء اللي متعرض للشمس هيسمر. هي المشكله بس عندنا ان احنا ما فيش ثقافه الصن بلوك او وقايات الشمس عندنا لسه. الموضوع ده صيف وشتاء مفترض. بالظبط انا دايما اقول الحكايه دي صيف وشتاء. فهي لو بتحط صن بلوك كويس ومناسب لبشرتها، كل مره اقول الكلمه دي مناسب لبشرتها. يعني لو بشرتها دهنيه هنحط حاجه معينه، لو بشرتها جافه هنحط حاجه ثانيه وهكذا. لو في المصيف انا بحب قوي السبراي للمصيف. بيبقى كويس وسهل وبيبقى العيله كلها ممكن تستعمله. فلو هي معتنيه بس لازم قبلها بنص ساعه زي ما حضرتك بتقولوا يعني. قبلها بنص ساعه بتحط الصن بلوك مع بدي بس حاجه تفتيح كده خفيفه، خاصه ان احنا في الصيف فكده هيحصل اسمرار. تحط الكريم التفتيح وبدي حاجه يكون فيها فيتامين سي مع الصن بلوك، ما بيحصلش السمار اللي هي بتعاني منه ده. في حاجه تانية كمان بتقول الدمامل دي اللي بتظهر مع في الحياه دي انا ما اقدرش افتي فيها لان دي حاجه محتاجه كشف، خاصه انها بتقول بتبقى فيها ميه. لا دي لازم كشف عليها. لازم تتشاف. لا تتشاف. دي ما بنعتبرهاش نوع من انواع الحساسيه نوع لا ما اقدرش. صح لا لازم تتشاف. بالظبط. خلينا نرجع دكتوره للشعر، وعاوزين نقول ايه اهم المشكلات اللي هي ممكن لو الانسان دي طرق الحمايه اللي قلناها وصن بلوك كويس للشعر وغيره، لكن ايه اهم المشكلات؟ هل هو التقصف؟ هل هو التهابات فروه الراس؟ يعني ايه المشكلات اللي ممكن يتعرض لها في الصيف او الميه، التعامل مع الميه؟ مشكلات الشعر كتيره يعني، اهمها طبعا اللي بتيجي في العياده يوميا وكتير قوي التساقط الشعر، او مثلا الثعلبه او الصلع الوراثي. دي كل حاجه ليها اسبابها يعني. مثلا الثعلبه ليها اسبابها بنكشف عليها بنشوفها الاسباب، بنعمل تحاليل كتير فطريات او غيره. يعني ممكن يبقى اسباب تانية مالهاش علاقه بالفطريات. النفسيه وغيره. النفسيه انا رايي يعني ان حته النفسيه دي مالهاش علاقه، بس هي يمكن بتزود الحاله، لكن ما فيش حد نفسيته تعبت وحصل له كده، ما اقدرش اقول كده. لكن هي يعني زودت الحاله. قد يكون عامل مساعد لكن بالزبط. السبب عنده. السبب عنده ضعف ايا كان. لان احنا بس احنا يعني في حياتنا الخاصه شفنا
نماذج حد كان بيمر بازمه نفسيه جامده بالظبط، خاصه الشباب خليتها ظهرت لكن مش هقدر نقول ان ايوه انه العامل الوحيد هو ده. احنا طول اليوم في ستريس وطول الوقت ومفيش مشكله خالص. كان زماننا كلنا شعرنا يعني كان كلنا قصادنا ثعلب. طيب وايه تاني بقى؟ فطريات ممكن؟ الفطريات مثلا، بس ده بعمل له اختبار كده معين في المعمل، بنشوف اذا كانت فطريات او لا، وبندي علاج ليها. ممكن غير تساقط الثعلبه، الفطريات والضعف نفسه، يعني احنا ضعف الشعريه بقى ده قصه ثانيه يعني. حتى دلوقتي بقى في اجهزه حديثه بنستخدمها ان احنا نعرف نوع المشكله اللي في الشعريه نفسها. في انواع كتيره، فهل في تقصف، في حاجه ثانيه، فبنقدر نعرف بالجهاز ده مشكله الشعريه، وبالتالي يتم العلاج. بالظبط كده. طب معانا تليفون كامل يا دكتور. الو. الو. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت يا فندم. ايوه يا فندم. اتفضل حضرتك معانا على الهواء، اتفضل اسال، اتفضل. الله يخليك. لو سمحت عايز اكلم الدكتور عن. اتفضل. معاك الدكتور ايمان، اتفضل. ماشي يا فندم. والله انا عندي مشكله كده في الجلد، اورش. ايوه. اما وطي صوت التلفزيون شويه، اتفضل. ماشي يا فندم. حط التلفزيون. اما بنهرش ايه اللي بيحصل؟ بيحصل كده يا فندم، بتقوم زي فطريات على الجلد، حاجات كده على الجلد. ايه الاثر اللي بيحصل؟ ايه الاثر يعني؟ بيبقى فيه تورم، فيه اسمرار؟ في تورم يا فندم بالفعل، وانا عملت تحليل كده شامل من اسبوع. ايوه. في نسبه، قالوا لي ان عندك نسبه املاح يعني في الدم، اللي هو النقرس ده ومش عارف. ايوه. بس هل الهرش ده مستمر ولا بيبقى في وقت معين؟ لا يا فندم، هو ما بيروح وبيجي معايا، فقالوا لي ما تاكلش المانجا وكده. ايوه. يعني هل مرتبط بالمانجا بعد ما بتاكل بيجي لك الحاله دي؟ والله لا، هو بيروح وبيجي يعني، ما بيشترطش المانجا ده. فبس قلت انا اول امبارح كلت كده، شربت كوبايه عصير، فطلعت لي حاجات كده. اوكي، شكرا، الامور واضحه، شكرا جزيلا. ده بنعتبره حسيت تغذيه؟ لا، هو كلامه برضو مش واضح يعني. لا بس هو مش محدد انها مانجا. لا بالظبط، بس هو بعد ما شرب حصل له كذا لا مش شرط. ساعات المريض ما بيبقاش مركز دقيق. لا خالص. أيوة. فلازم طبعا لازم نكشف عليه ونشوف اذا كانت حساسيه من اكل معين او من دواء. هو ممكن ما يبقاش حتى واخد باله، ممكن دواء يبقى من بدري شويه، مش لازم يكون خده النهارده او امبارح علشان يعمل له حساسيه، وهو اللي عمل له الحساسيه. ممكن يكون لما بيتعرض للشمس وهو مش واخد باله. ممكن تكون اصلا فطريات. أيوة. وممكن يكون حاجه مرض تاني. بس لما يجي يقول ايه انه لما باجي اهرش بيحصل تورم تديك حساسيه كده؟ ماشي اوكي، بس ما اقدرش اجزم اقول والله 100% من بالظبط او سبب الكلام ده. لا. محتاجه تتفحص برضه، لانه زي ما بنقول الحساسيات دي يعني لها اسباب كتيره جدا. يعني في حشره، وفي بنفضل ندور يمكن فتره طويله جدا لحد ما بنوصل لاكتشاف المثير. وبالتالي العلاج، يعني مثير الحساسيه وبالتالي العلاج. وفي بتبقى حالات كرونيك، فخلاص هو بياخد دواء معين، وكل ما بيحصل له الاتاك بياخده. تمام. معانا تليفون دكتور. ده لو اكتشف بقى المثير نفسه تبقى الوقايه افضل يعني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. بكلم الدكتوره. معاك الدكتوره ايمان، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا حبيبتي، اهلا بيكي. بقول لحضرتك انا شعري يعني على طول كده بيقف خفيف جدا، كان الاول ما كانش كده من ساعه ما الولاده يعني، وفي قشر. انت والده بقالك قد ايه؟ والده بقالك كام؟ 3 سنين. 3 سنين. طب تمام. ولدتي كم مره؟ بس هي مره واحده. تمام. بس هو شعري على طول كده، مش عارفه القشر ده، مش عارفه اعمل له ايه. يعني في قشر وما فيش فايده. في قشر. طب بتاخدي علاج؟ انا جبت شامبوهات بس ما فيش فايده. لا ما مش كافي. شكرا جزيلا. ممكن يبقى السبب، ممكن يا دكتور يبقى السبب، شكرا جزيلا، ممكن يبقى السبب هو القشور ولا ممكن اكتر من عامل، بما انه حمل ممكن لا ممكن الحمل بقى له كتير يعني 3 سنين كتير. بس هي اولا لازم تعمل تحليل لو في انيميا. القشر طبعا بندي انواع شامبوهات معينه بتخلي الدنيا كويسه، وبندي زيوت علشان معظم شامبوهات القشره بتنشف شويه الشعر، فبندي معاها زيوت تنعم الشعر. كمان الحته اللي ما حدش بياخد باله منها ان شامبوهات القشره دي الناس بتغسل شعرها وتروح غسلها على طول. لا لازم يقعد ربع ساعه على الاقل.
يعني اساتذتنا من زمان كده، من سنين طويله علمونا الحكايه دي. أيوة. لازم قشره الشامبو، القشره ده بالذات يقعد شويه. زي شامبوهات الفطريات في الجلد ولا لا؟ ما هي نفس، ما هي كلها نفس العيله يعني نفس ما يتشطفش على طول، لا يتساب على الاقل ربع ساعه. بالظبط بالظبط، ان هو علاجي اصلا. بالظبط. وطبعا بندي بقى حاجات الاول توقف شويه التساقط الشعر ده، وتخلي فتره ان الشعرايه تفضل مكانها فتره طويله شويه. وبعد كده بندي برضو حاجات زي عنق الحصان دي، ادويه عنق الحصان دي بتقوي شويه الشعرايه وتخليها سمكها يزيد. ايوه. فدي بندي كورس من ده وكورس من ده، الدنيا بتبقى كويسه. تمام. لكن مش مجرد شامبوهات ممكن تريح القشر؟ لا مش كده خالص اصلا. تمام. طب دكتوره، بقى في علاجات دلوقتي غير الشامبوهات كمان، يعني في ناس بتتضايق من قصه الشامبو وتقول لي انا مش هقدر اغسل شعري يوم ويوم والكلام ده، او في بعض الحالات كل يوم. فبقى في دلوقتي محلول، مجرد سبراي كده يترش بيقضي على القشره، بيبقى كويس. تمام. طب هنعود يا دكتوره للكلام عن في بعض الناس بقى من مشاكل الشعر اللي بنشوفها، ويمكن بعيده شويه عن المصايف او غيره، لكن موجوده، فرد الشعر. يعني دي مشكله بنسمع عن كل يوم كوارث بيحدث فيها. لو عاوز السيده او البنت فرد شعر امن، هل في كده ولا لا؟ في، بس هي المشكله ان الناس بتروح للكوافيرات ما بتبقاش عارفه هي بتعمل ايه بالظبط. أيوة. فانا دايما الخلطه بتاعتها غير علميه ولا اي حاجه، ولا في نسب؟ لا، غير كده يعني ما ببقاش عارفه هل هو ده الشركه اللي ممكن الواحد يرتاح لها ولا لا. في بعض الشركات الحاجات بتاعتها بصراحه بتبقى امنه، وبالتجربه لقينا لما تيجي من متخصص، او يعني تيجي من مكان امن معروف. بالظبط. لكن مش بقى في تقليد كمان في السوق كتير فبنصح الناس ان هم يجيبوا الحاجه نفسها من الصيدليه مثلا، بحيث نبقى متاكده انها هي ده المنتج ده نفسه كويس، وتخلي حد يعمله لها. تمام. وفي حاجات امنه اللي هي زيرو بقى فورمالين، ما يبقاش فيها فورمالين، او الحاجات اللي طالعه فيه شويه حاجات كده لطيفه. بالظبط. بنصح ان ما يبقاش الموضوع كتير او باستمرار، بس ما اقدرش اقول للمريض لا ما تعملوش. في ناس الموضوع عامل لهم فعلا اكتئاب، وان شعرها فعلا بيبقى مش مفرود، مش حلو. او بنت صغيره. أيوة. فمش هقدر اقول لها لا. لكن يا دكتوره بنقول انه هل الامر يتطلب انه يعني يستشير طبيب في الاول وبعدين يكتب له؟ يا ريت مش يعني كوافيره على طول فتبقى الفورمالين عالي. لا بتيجي حالات شنيعه، يعني بيجي حالات حرق في الشعر وبتعمل ثعلبه، لانها استخدمت نوع ما ينفعش معاها. بالظبط. معانا تليفون الدكتور. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. الله يخليك. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور. لو سمحتي انا عايز اسال على الفطريات اللي بتيجي في الضوافر الايد والضوافر في الرجل تحت الضوافر. تمام. انا بسال والدتي لان هي يعني كان عندها ستروك، كان عندها جلطه في الدماغ، وطبعا بدري قاعده ما بتتحركش، فمش سهل ان انا انقلها، حتى لما بنقلها الاشعه او حاجه لازم انقلها بالاسعاف والرجل. فمش سهل عليا ان انا اوديها عياده او كده. طيب احنا بنسال عن ايه في الضوافر؟ فطريات. عن الفطريات الفانجس اللي بيطلع تحت الضوافر ايده في الرجل. ايوه. هل في وسيله للعلاج؟ وسيله سهله للعلاج؟ انا عارف طبعا طبيب الجلديه لازم يشوف عينيه ويكشف، انا فاهم. هو السؤال عام يعني هل سهل علاج الفطريات؟ لان انا معلوماتي صعبه، بياخد وقت في علاج. حاضر هنقول لك. حاضر، شكرا جزيلا. اهم حاجه بس ان المعمل ادام والدته مش قادره تتحرك بنجيب المعمل ياخد بس عينه من تحت الاظافر عشان نعرف السبب. ده ضروري. نحدد خلاص ان ده فطريات، بنبدا ندي علاج، والعلاجات سهله يعني في الحقيقه، بس هي بتطول شويه في الاظافر. بس لا ان شاء الله يعني ناس بتخف بتبقى كويسه. بالظبط. لانه انواع برضه، وفي انواع سبراي بيترش بتبقى سهله، مطهرات، وبتاخد بس برضه حسب حالتها، لانها حالتها المرض يعني بناخد حاجات انتي فانجل او مضادات فطريات، والدنيا بتبقى كويسه. دي من الحاجات اللي بيجب التعامل معاها بحذر يا دكتور. اكيد. او يعني دي باي شكل، فطرات في الجلد، فطرات في اي هي عشان حالتها، ما هي نتيجه ان هي قاعده على طول في السرير، فلازم هيجي فلازم يبقى كده. تمام. خلينا نرجع يا دكتوره للكلام عن زي ما قلنا الفرد، وخلينا نقول انه يعني ناخدها قاعده، حتى لو هل بتعتقد برضو في مساله السشوار والصبغات وغيره نفس التاثير السلبي على؟ اكيد يعني انا دايما انصحهم السشوار بالكثير مره في الاسبوع او مرتين بالكثير، ويبقى مش على درجه حراره عاليه، بيوطوه شويه. أيوة. وحاليا برضو في انواع سبراي بكتبها لهم بتتحط قبل السشوار عشان تحمي شويه، بتحمي الشعرايه، بتغلفها وبتحميها من السخونه بتاعه السشوار او البيبيليس والحاجات دي. تمام.
معانا تليفون الدكتور. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت دكتورة. اتفضلي، معاك الدكتوره، اتفضلي. لو سمحت معايا صاب رجلي. احنا مش سامعين حاجه. كان ماشي. لا مش سامعين حاجه خالص. احنا مش سامعين حاجه والله. نحاول نتصل تاني. حابه تقولي حاجه فيما يخص الشعر والصيف ولا اي هو اهم ملحوظة؟ حاجه بس زي ما قلت ان احنا ادام رايحين المصيف بنبقى عاملين حسابنا ان احنا الشعر نغطي الشعر يتغطى كويس. لازم. ناخد الانواع، نستشير طبعا الدكتور قبل ما نروح المصيف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. اللي هو السبراي السان بلوك علشان الشعر او حتى الجسم كله. ده هو اللي بيستخدم عادي في الجلد، هو ممكن يستخدمه في الشعر. هو نوع معين دلوقتي شركه منزلها الاثنين. تمام. والكبار والصغيرين مفيش مشكله. تمام. ولو في اي ادويه طبعا بناخدها بنستمر عليها. الشعر اهم حاجه الشعر بعد الطلوع من البحر او حمام السباحه يا ريت الشعر يتشطف. ما نفضلش قاعدين بيه لما ينزلوا تاني البسين وتاني يوم وتالت يوم وهكذا. ايه اللي بيحصل لو انا سبت الميه؟ خلاص، ما انا في كلور نزلت فيه ميه بكلور هتبهدل الشعر. الاملاح اللي موجوده في ميه البحر هتبهدل الشعرايه، هتنشفها. فهرجع من المصيف بمشكله تانية. فانا ممكن ما ارجعش بالمشاكل دي لو انا اتبعت بس القواعد الصحيه. هل في بعض الفيتامينات خاصه بالشعر بس؟ طبعا يعني اهم حاجه الزنك. اهم الزنك. والحاجات بقى اللي فيها فيتامين بي، مالتيبل فيتامين بي، الحاجات دي حاجات مهمه. فاكلات ايه الزنك او انا دايما انصح الناس ان احنا ناخد اللايف ستايل نفسه يتغير. يعني شويه الجيل اللي طالع جديد هو يمكن اكتر حد بيعاني ليه؟ من الاكل اللي من بره على طول، فاست فود والكلام ده، والحاجات اللي عليها مكسبات طعم ولون والكلام ده كله. الحاجات دي بتدمر فعلا الشعر والجلد. بالظبط، بتدمر كل خلايا الجسم. فلو احنا حولنا شويه حياتنا لاكل صحي، اكل فاكهه وخضار وسلطه. دايما اقول لهم كده، وابص الاقي الجيل الصغير ده اول ما اقول كده يضحكوا. ايوه، ما بياكلوش. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ احنا قدام قوي. معانا التليفون يا دكتور. الو. عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. كلم الدكتوره. اتفضلي معاك الدكتور. لها فترة والله ما سامعين حاجة، تصدقي والله ما سامعين حاجة. اقفي في مكان. اتفضلي. هو فترة كانت ايه هو؟ احنا مش سامعين حاجة فعلا. فطريات الجلد. فطريات الجلد؟ نعم. فطريات الجلد بتسألي؟ تحت الرجل. احنا مش سامعين حاجة والله. حد ياخد السؤال في الكنترول ويقوله لي، لان احنا الصوت مش واضح خالص. طيب دكتورة، هننزل للكلام عن العناية بالبشرة في الصيف. خلينا نقول من الحاجات اللي هم الناس كلها يعني بتبقى حابه تسمع عنها كلام الهالات السوداء، ودي خاصه السيدات. عندهم، يمكن الرجاله ما عندهمش مشكله هالات سوداء. لا بالعكس والله، بيجي ما يجي هالات سوداء المشكله يعني. لكن عايز اقول خلينا نقول ايه سبب الهالات السوداء. مبدئيا كده لازم في قصه الهالات دي نبقى عارفين السبب، والا مش هنعرف نعالجها خالص. مش عارف بالظبط. السبب ممكن يبقى انيميا، ممكن يبقى ضعف نظر، ممكن يبقى عنده جيوب انفيه او عندها جيوب انفيه فمسببه القصه دي. ممكن يبقى في اصلا جاب تحت العين، حاجه اسمها تير تراف. هي ما عندهاش مشكله وكويسه جدا، بس هي عندها ده حاجه ربنا خلقها كده، فبنعالجها بطريقه معينه هقولها دلوقتي. ففي كذا سبب. لازم السبب لازم اكشف، وحاليا دلوقتي بنكشف باجهزه احدث شويه، حاجات زي الدروموسكوب وكده، بشوف اذا كان اللي تحت العين ده مجرد خلايا صبغيه ميلانين او فيها كمان معاها شعيرات دمويه ظاهره. فده ليه علاج وده ليه علاج. الجلد هنا رقيق جدا بالظبط، شفاف قوي وهل تحت العين في ورم شويه فبنديله بالظبط، فبنديله علاج مختلف تماما. طب لو كان وراثي الوراثي ده اغلس. تمام. واسمع الاجابه بعد التليفون بقى. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اسال الدكتوره على انا عندي في ايديا وفي رجليا زي شرايين ظاهره كده، اللي هي الشرايين الزرقاء دي ظاهره خالص، ايديا من اولها لاخرها ورجليا برضو من اولها لاخرها. دي ليها علاقه بالجلد؟ هل شرايين اللي في رجليكي دي هل شرايين ظاهره ولا دوالي؟ لا هي مش بارزه بس لونها ازرق، لونها واضحه. تمام. في ألم منها أو أي حاجة؟ لا 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 مفيش ألم. هي لونها زهرة كده، لونها زهرة. تمام. شكرا جزيلا. هنقول لحضرتك. اتفضل يا دكتور. دي مشكلة ان الجلد رقيق
ومبين فدي مش هيبقى ليها ما فيش حاجه ليزر او حاجه ممكن؟ لا الليزر علشان الدوالي. لكن دي مش دوالي، دي مجرد ان دي طبيعه يعني هي طبيعتها كده. ف انا يعني بدي مثلا كريمات فيها زنك ولا حاجه جاست بس ان انا الجلد يتحسن شويه. ايوه لكن يعني مش هقدر اقول لها اسمك شويه، مش هقدر اقول لها والله انا هحل لك المشكله، خاصه انها بتبقى طب اقول حاجه يا دكتوره، بعض الناس بتظهر لهم حتى في خاصه في الاطفال في وشهم، يعني بتبقى واضحه هنا واضحه بس بعد فتره بتختفي خلاص. الجلد اتحسن في الحته او بقى اسمك شويه فخلاص اختفى. لكن مع السن الكبير هيبقى صعب، خاصه اذا كان في يعني نحافه شويه او يعني الجلد مش شرط. ممكن تيجي مع حد تخين. مش شرط. تمام. طيب خلينا نرجع لهالات السوداء يا دكتور، وقلنا بمعرفه السبب، وكنت بسال عن الوراثه لو في شق وراثي. دي بتبقى رزله شويه في العلاج، بس لكن يعني لها علاج. بدا يبقى في علاجات كتيره في الحقيقه دلوقتي، بقى في فرايتيز كتيره ممكن نستعملها. بالكشف ممكن يعني الدكتور يحدد والله انا هستعمل وسيله واحده او 2 أو 3 في العلاج، بالرغم انه المنطقه دي خطيره التدخل فيها، بمعنى انه ما بقتش خطيره في الحقيقه. يعني بقى في حاجات لطيفه وامنه وبتحل مشاكل في الحقيقه. خلينا نقول حاله يعني. السبب والعلاج اسهلهم لو في الجاب اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي اسمها تير تراف، دي بنحقنها فيلر وبتبقى زي الفل. دي بنعتبرها اللي هي الحتت اللي بتبقى داخله لجوه قصدك؟ بيبقى في زي دير كده تحت العين، بنعمل لها ملء بالفيلر. بس هي مشكلته انه لازم يتكرر كل فتره، كل سنه او كل سنه ونص، لا اكتر، بيقعد فتره. الدكتوره محتاج دقه لان المنطقه دي منطقه بالظبط، حد يكون بيحقنه كويس، حد شاطر وعارف التشريح بتاع المنطقه. تمام. في جلسات تانية لو الدنيا كويسة مش محتاجة فيلر، بس يعني في إجهاد حوالين العين. بدي كريمات طبعا، لازم في كلا الحالات لازم بدي كريمات حوالين العين. تفتيح حسب المشكلة. حسب هي عندها ايه. ممكن ما يبقاش فيه لون على فكرة، يبقى فيه مجرد شعيرات دموية زيادة قوي. فحسب المشكلة بدي كريمات مناسبة للمشكلة دي. او لو في انتفاخات ممكن ما يبقاش فيه لون بس فيه انتفاخ، فبدي كريم مناسب. بنعمل كمان ممكن في ليزر لو في لون، في دلوقتي انواع ليزر طالعه وامنه وبتحل المشكله الى حد ما. تمام. في حقن الكربوكسي، وده من الحاجات اللي انا شخصيا بحبها يعني. في حقن ميزوثيرابي تفتيح. في انواع تقشير طالعه دلوقتي للهالات اللي حوالين العين دي فقط. بس خطيره انه لو اقتربت من العين او حاجه لا في الحقيقه الحمد لله يعني ما بتعملش مشاكل. تمام. لا بنبقى عارفين. طب هنتكلم عنها اكتر واكتر يا دكتوره، ولا كان معايا تليفون؟ الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم دكتور ايمان؟ معاك الدكتور ايمان، اتفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور ايمان؟ اهلا بيك. منوره التلفزيون حضرتك. ربنا يخليك. اتفضلي. بقول لحضرتك انا عندي بنتي عندها وحمه. طيب وحمه لونها ايه؟ وحمه لونها ايه؟ حمرا. طيب تمام. عندها قد ايه؟ سنها قد ايه؟ عندها 3 سنين. تمام. 3 سنين. ما عملتلهاش اي حاجه فيها قبل كده؟ لا عملت لها ليزر وما جابش نتيجه. كم جلسه؟ يعني 4 5 كده. طيب تمام. ده السؤال ولا في حاجه تاني؟ لا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اتفضل دكتور. الوحمه الدمويه دي بيبقى يعني في حديثا علاج كده قطره بتتحط اول ما الطفل بيتولد لمده 6 شهور، بتخلي القصه اصلا تروح. بس بما ان ايه السبب؟ لا هي بتولد بيها يعني حاجه. هي صبغات قصدي يعني لا بيبقى تجمع دموي يعني. شعيرات دمويه متجمعه في الحته دي وعامله الوحمه دي. فاحنا القطره دي بتعمل انقباض للشعيرات دي، فازو كونستراكشن. بالظبط. وخلال 6 شهور الدنيا بتبقى كويسه. بما انها كبرت وخلاص يعني عدت القصه دي بنبدا. مش كبيره. لا هي كبرت على انها من بعد الولاده قصدي يعني. قصدي كان ممكن تختفي وهي لسه مولوده. بنستخدم برضو القطره دي وبنستخدم ليزر. بس كم جلسه في الليزر؟ هو ممكن يطول شويه. جلسات الليزر هي يعني استعجلت 4 5. وهل الليزر اللي هي استعملته مناسب ولا لا مش عارفه طبعا. ممكن ما تكونش راحت لحد بروفيشنال فعمل لها اي حاجه اضاءه كده. لكن لا بتروح. بتتحسن يعني. لها علاج. تمام. ممكن في كريمات بتستخدم لها ولا لا؟ لا هو بس القطره دي تمام. خلينا نرجع للهالات السوداء دكتوره ونقول يعني بياخد فتره علاجها يعني. ممكن لو اي سبب. هي دي بس القصه ان المريض لما بيجي بالمريض الهالات بالذات بيبقى متخيل ان من اول او ثاني جلسه هيبقى زي الفل. لا
وانا بسترس على الحته دي بالذات لما لاي حد ببدا اشتغل له، مش هنخف قبل 10 12 جلسه كمان. تمام. حتى الكورس بعمله الاول 8 جلسات، وبعد كده ممكن نزود تاني، يعني حسب الحاله بتتحسن ولا لا. وفي الحقيقه الحمد لله يعني في حالات بتتحسن كتير قوي وبتبقى النسبه مرضيه ليهم. تمام. لو ما اتحسنتش بالنسبه المطلوبه بنعمل كورس كمان. بس اهم حاجه ان المريض يبقى عارف ان القصه بتطول طيب شوية. 12 جلسه او 10 جلسات بالتقريب فتره كام سنه ممكن نقدر؟ لا مش سنه، هو الجلسات بتبقى كل اسبوع. فممكن اعمل حاجات معينه كده مرتين في الاسبوع، فبتبقى تمام. مش بعدها محتاج عنايه لمعرفه السبب. ده اهم حاجه. يعني الابتعاد عن السبب. بالظبط. يعني لو بتسهر كتير لازم نوم كفايه، لو بتقعد على كمبيوتر كتير وموبايلات كتير والكلام ده لازم اقلل. انا بقول لهم لازم نقلل الكلام ده كتير، لانه اجهاد وغيره. طبعا. لو عندها بقى جيوب انفيه او ضعف نظر او الكلام ده كله بيتعالج. صح. لو في انيميا هنعالجها. هل الحاجات اللي بتستخدم في التجميل الخاص بالسيدات ممكن تؤدي الى ولا لا؟ يعني بعض الحاجات اللي بتستخدم ممكن في بعض الحاجات بتعمل اريتيشن او تحسس، تهيج. فبتبدا تعمل لها التهاب في المنطقه دي، وتعمل حاجه اسمها بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، انه ما بعد الالتهاب ده يجي زي صبغه كده او لون ويفضل موجود. او الناس اللي هم عندهم حساسيه فممكن يبقى في حوالين العين في التهاب باستمرار. طب استخدام الميك اب في الحته دي من تحت كده بتبقى بعض الناس ده مؤذي طبعا، بس لازم دايما اقول لهم ان احنا نحط انواع تكون كويسه. مش رخيصه وما نكترش. يعني بعض الناس لازم قبل النوم تشيله. طبعا لازم حتى حاجه بسيطه لو ما عندهاش الميك اب ريموفر اللي هو بيشيلوا بيه الميك اب، قطنه فيها شويه زيت زيتون تشيل بيه الميك اب بالظبط، وتحط حاجه مرطبه للبشره طول الليل، لان البشره محتاجه تتنفس بالظبط. يعني ده بشكل عام. بالزبط. يعني معانا تليفون دكتور. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاكي الدكتوره ايمان، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره، انا ضوافر ايديا تحسها زرقاء شويه. ده من فتره دي طويله. زرقاء ضوافر كلها ولا يعني صباع واحد ولا ايه؟ لا ده صباع ايديا كلها ال10. طيب الكلام ده بيبقى صيف وشتاء ولا في الشتاء بس؟ ده على طول. على طول. في تورم. زرقاء بمعنى ايه؟ يعني تحسها غامقه شويه، يعني مش بيضاء، غامقه. لكن زرقاء ولا غامقه بني مثلا؟ لا زرقاء غامقه شويه يعني. لكن هل في تورم في الايد؟ انا حاليا دلوقتي بقى عندي بين ايديا ورمه ورجليا ورمه. الايد كلها ورمه والرجل كلها ورمه ولا الضوافر بس هي اللي ورمه؟ هي من فتره ايديا يعني ضوافر زرقاء، لكن حاليا ضوافر زرقاء وايديا ورجليا ورمه. عملت اي تحاليل اي حاجه؟ انا كنت عامله وظائف كلى وما كانش في حاجه. من امتى؟ من حوالي كام شهر. طيب ماشي، شكرا جزيلا. لا مزيد من الفحص يعني. لا دي لازم فحص. اصل بدل تورم وزرقاء لازم شويه تحاليل وممكن يبقى القصه كلها ان ضعف الشعيرات الدمويه اللي واصله للاظافر، بس بما ان في ورم والكلام ده، وبالذات انا سالتها صيف ولا شتاء، المشكله دي بتبقى اكتر في الشتاء. صح. لكن عند بعض الناس الشتاء دي يعني صوابعهم بيتعذبوا فيها. دي قصه يعني، لكن هي بتقول على طول لا محتاجه فحوصات او كلامها هيكون دقيق شويه عن كده. بالظبط. هي فحوصات عشان تاخد الامر طيب خلينا نقول لدكتوره، حابه تضيفي حاجه في الهالات السوداء ولا نبدا نتكلم على البشره؟ هي بس القصه ان احنا زي ما بقول ان قبل النوم الميك اب يتشال ونحط حاجه مرطبه فيه. دلوقتي مرطبات خاصه بالعين مش بالوش حوالين العين. للعين. واذا كان في مثلا كريم الدكتور كاتبه او حاجه يتحط قبل النوم يبقى كويس. تمام. مع طبعا بقى الحاجات اللي احنا بنعملها في العياده يعني علشان نحل المشكله اساسا. لكن هم للوقايه لازم حتى الست بتيجي متصوره انها هتعمل الكلام ده في العياده وخلاص بقى اروح ما اعملش اي حاجه. لا لازم واقي الشمس يتحط حوالين العين. المرطبات قبل النوم حوالين العين علشان احافظ على النتيجه اللي انا عملتها. الشمس في البيت؟ لا وهي خارجه يعني قصدي يبقى في واقي شمس تحطه برده حوالين. ده في ناس عندهم الاسمرار والحاجات دي مشاكل جوه البيت وهم قاعدين. بالظبط. يعني اللي بتتعامل مع البوتاجاز، اللي بتتعامل مع الحاجات ضوء النيون ده كانه شمس. ولذلك في امراض معينه بقول لهم هتحطوا الصن بلوك في البيت كل ساعتين.
بالظبط علشان ياخد، لانه التعامل نفس الشمس برضه. بالظبط. تمام. خلينا نرجع للكلام عن العنايه بالبشره في يعني اكتر حاجه بتتاثر في الصيف وخاصه المصايف او يعني اللي بيجي من المصيف بياخد له درجه من درجات الغمقان كده، التان زي ما بيتقال والكلام. والله ممكن نرجع من غير الدرجه دي. ايه ازاي بقى؟ دايما اقول للناس يعني الشمس ما بتبقاش حارقه او مضره ما بين الساعه 10 والساعه 5. ايوه. فلو قدرنا ننزل الميه قبل الساعه 10، وده طبعا عارفه صعب شويه بس في ناس بتنفذ. لا بعد 5. وبعد 5 عشان النوم. بالظبط. فقبل 10 او بعد 5 لو ما نزلناش الميه في الفتره دي مش هيحصل حاجه. صح. ده اول حاجه. صح. الحاجه الثانيه ان احنا نبقى حاطين سان بلوك كويس ويتكرر كل ساعتين. طول ما احنا في ناس بتحط الصبح وخلاص انا حاطه السان بلوك، ولازم نتشطف بعدها. ولو نزلوا الميه يطلعوا يحطوا سان بلوك تاني. ولو نزلوا الميه يطلعوا ياخدوا دش علشان ينزلوا بقايا ميه البحر او الكلور والكلام ده، ما يفضلوش قاعدين في الشمس. هما كده بيعملوا تان محترم يعني. ايوه. وزي ما بقول السان بلوك يا اما نجيب في سان بلوك دلوقتي في السوق بيقعد 8 ساعات. او ان انا السان بلوك اكرره كل ساعتين ولما اطلع من الميه احطه تاني. تمام. طب حصل دلوقتي كمان اتفضلي. في كمان حاجه اسمها ثيرمال ووتر، شركات منزلاه كتير. ده طول ما انا قاعده بيبخوه على الوش يعني عشان ما يحصلش الحروق بالذات الناس اللي هي البيض. بالظبط. بيبقوا هم اكثر عرضه طب حصل ان هو خد تان او يعني اللون اغماء شويه، هل يعود؟ ممكن لا يعود؟ لا طب ممكن حاجه تسرع العوده؟ تسرع العوده ان انا بكتب كريمات تفتيح. انا حتى ببقى كاتباها لهم قبل ما يروحوا المصيف اساسا، واقول لهم حطوها قبل السان بلوك. وفي فيتامين سي بقول لهم حطوه قبل السان بلوك. يعني انا بحط على السان بلوك عليه. لو حطيت فيتامين سي وحطيت حاجه لا وحاجه تفتيح وعليه السان بلوك، انا كده عملت طبقه عازله فظيعه للجلد. ولذلك مش هيبقى فيه اسمرار ده غالبا، ما او يعني بيبقى يعني بدرجه لا لو التزموا ما بيبقاش فيه. صح. طب لكن انا بقول لحضرتك حصل في بعض يعني هل ممكن تستعيد البشره؟ هتستعيد بالكريمات التفتيح بالكريمات التفتيح، ومع الوقت بيرجع يعني لكن كل الناس بكريمات التفتيح يبقى بتسرع المساله. بالظبط. يعني والان في مشكله كريمات التفتيح دكتوره ايمان برضو بنسمع منها مشاكل كتيره لو اتحطت بطريقه مش مظبوطه. لو في بعض الناس بسمع بتخلي وشهم، وقولوا لي ايه السبب. يعني بعض الناس هم عاوزين درجه البشره تفتح شويه فبيحطوا بطريقه معينه، فتلاقي الوش بعد فتره خد 15 لون، يعني خد درجه فتحه ودرجه غامقه وهكذا. لا ده كمان بيتسبب ان بعض البقع بيجي لهم بهاء. بالظبط كده. ده نتيجه دي كارثه. ليه بقى؟ بيخشوا على النت وعلى بعض المنتديات في خلطات كده عجيبه في السوق فيها كورتيزونات وحاجات. صح. بيقعدوا يعملوها كده هم في البيت كام كريم كده على بعض ويحطوها هم، وممكن يتعرضوا للشمس اصلا وهم حاطينها. فبيحصل ان التضارب في الالوان ده، وممكن اصلا يجي لهم بهاء. مش ويبقى بهاء بشكله. يعني بهاء بكل طب فدي كارثه. كارثه. طب هي بتفرح انها ابيضت وتفضل بقى عماله تحطه فجاه الصبغات دي مش موجوده بتبقى، فوشها يبقى 500 لون. دي كارثه. طيب. وبيجوا العياده بمشاكل طب التفتيح الامن اللي الدكتور يكتبه. ايوه. يعني انا حسب الدرجه. يعني انا كل ما حد يجي لي يقول لي انا رحت الصيدليه واداني كذا وعملت كده، بقعد ابستفه شويه 10 دقائق كده طبعا. وبعد كده اكتب العلاج. ايوه جزء من العلاج. لازم شويه البستفه دول. صح. ما ينفعش. لانه كمان يا دكتوره في ناس بتحلم بايه؟ الخروج من زي ما بيتقال اللون، يعني بمعنى انه هي قدر سمره جدا وعايزه تبقى بيضه قوي، فهو درجه بيضه قوي دي. ما أنا اللي بتيجي تقول لي عايزه ابيض دي بقى لا ما يعني خدي الكشف احسن. ما فيش حاجه اسمها كده. انا هرجعك شويه ان انت اسمريتي شويه من الشمس او حاجه، هرجعك للونك. او هنكتب حاجه ترجعك للون، مش انا طبعا الكريم اللي هيعمل. لكن ما فيش حاجه ان انا عايزه ابيض. لا بالظبط كده. هو نعمه ربنا انه يعني عاوز اقول كل واحد عنده جماله، لكن هو المشكله في انه الانسان مش راضي بحاله، هي دي المشكله. معانا تليفون دكتور. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا حبيبتي. اهلا بيكي. منوره الست. ربنا يخليك يا رب. اتفضلي. ممكن بس استفسار في مشكله في رجلي. ايوه. الشعر لما بيجي يطلع بيدخل تاني في الجلد الناحيه الثانيه. فبيعمل اكلام جامد، وده من فتره كبيره، وكنت كشفت والعلاج ما جابش نتيجه.
فرجلي متبهدله جدا من تحت الركبه لتحت خالص. تمام. فاتصلت الدكتور الجلديه، كنت شفت عندها قبل كده، فقالت لي حلها في الليزر. ايوه تمام. حاضر. هل مفيش حل غير كده؟ هنقول لحضرتك دلوقتي. حاضر. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. دي مشكله برضه. بتتعرض لها ستات كثيره في الحقيقه. معظم اللي بيجوا اصلا يعملوا ليزر بتبقى هي دي وحتى في الحلاق عند الراجل نفس الكلام، اذا كان طريقه غلط يعني. نفس الكلام. بالنسبه بقى للستات، هي الحل فعلا زي ما الدكتوره قالت لها في الليزر. بس علشان لو انا مش قادره اعمل ليزر دلوقتي، بنكتب على كريم فيه زنك. وموجود في كل الصيدليات. يعني الهدف منه ان انا اقلل شويه الالتهاب اللي موجود نتيجه دخول الشعرايه، فالجلد بيتحسن والدنيا بتبقى كويسه. باستمرار يبقى فيه ترطيب. احنا برضو ثقافه الترطيب بتاعه الجلد دي مش موجوده قوي عندنا. فلو هي وفي شويه حاجات كده لطيفه بقولها لهم في العياده انهم يعملوها. هو بالجلد يا دكتوره مفترض انه ده عضو مهم جدا، زي ما بعتني بعنايه بالقلب جوه بالكبد، هو لازم الجلد ده هو افضل. ده هو ده اصلا مظهر الانسان، يعني الفيرست لوك هو الجلد. صح. فبرضه في انواع سكراب كده بقول لهم عليها بتعملها وبتخلي الجلد انعم. بس في الحقيقه لازم ليزر بالظبط. يعني الشعرايه هتفضل تطلع. وكام جلسه بالتقريب؟ يعني عاده بقول لهم من 8 ل 10 جلسات، 6 جلسات حسب الحاله. يعني في كلام عن، ونختم بالموضوع ده، في كلام عن مساله ازاله الشعر الزائد في الجسم بالليزر. هل هو ازاله ولا هو حاجه اسمها يعني تقليل سمك الشعر فبتبقى المظهر افضل؟ تقليل. مفيش جهاز في العالم مهما كان في اعلانات وكلام عن القصص دي. أيوة. ان في جهاز بيخلي الشعرايه ما تطلعش. لا مفيش الكلام ده. لا مفيش الكلام ده. ودايما قبل ما اشتغل اي حد بقول له الكلام ده عشان نبقى واضحين. يعني صح. ان الشعرايه سمكها بس بيقل وفرص ظهورها او نسبه ظهورها ولذلك بتدي نفس الهدف. يعني مثلا لما تجي لي واحده تقول لي انا بشيل الشعر او بزيله كل يوم، ايوه، وتيجي من تاني او تالت جلسه او يمكن والله من اول جلسه تقول لي لا ده انا شلته بعد اسبوع، يبقى انا كده انجزت معاها بالظبط. لكن حاجه اسمها ازاله الشعر التام مفيش الكلام ده اصلا. تمام. وانا دكتوره ايمان بشكرك جدا جدا، وان شاء الله نتقابل في حلقات قادمه ان شاء الله. شكرا دكتور. اعزائي المشاهدين، وفي نهايه هذا اللقاء بنشكر ضيفتنا النهارده الدكتوره ايمان مكاوي، اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل والليزر، واشكر حضراتكم مؤقتا. بعد قليل نلتقي مع ضيف اخر، انتظروا. الحمد لله. يلا يا صباح جيب لنا الحلو والشربات وحلو يا ابراهيم. انت حامل يا صباح؟ هيجي لك ابن خالة يا يسري.